القاهرة بالليل ليها شكل تاني، أضواء المحلات اللي لسه مفتوحة، صوت الميكروباصات والناس اللي عمرها ما بتنام. ومن وسط الزحمة دي كانت أيسل ماشية بخطوات سريعة في شوارع وسط البلد، شايلة شنطة صغيرة وشها في تعب السنين رغم إنها لسه صغيرة. أيسل بنت عندها 23 سنة من حي شعبي في القاهرة القديمة. أبوها مات بدري وأمها مريضة بالقلب، وهي اللي شايلة البيت كله من وهي في الثانوية. الشغل مش سهل ولا المكان مريح، لكنها مضطرة. بتشتغل في نايت معروف مش علشان بتحب الشغلانة، لكن علشان ده الباب الوحيد اللي مفتوح في وشها. دخلت المكان وهي بتحاول تبين إنها بخير رغم إن جواها متكسر. استقبلها عم رضا، المدير الطيب اللي دايما بيعتبرها زي بنته، واللي قبل يشغلها عشان تصرف على أمها، وفي نفس الوقت حلوة قوي تجذب الزباين للنايت. وقال لها: نورتي يا أيسل، كنت لسه بسأل عليكي. ابتسمت وقالت: كنت عند الدكتور مع ماما، قالت تتحسن إن شاء الله لو كملت العلاج. هز راسه وقال بحنية: ربنا يشفيها يا بنتي، انتي بنت أصل وربنا هيعوضك خير. ردت بابتسامة خفيفة وسكتت. دخلت تغير هدومها وتبدأ الشغل. البنات حواليها بيضحكوا وبيتكلموا، وأيسل واقفة بهدوء بتخدم الزباين بابتسامة صغيرة، لكن عينيها دايما فيها حزن غريب، كأنها شايفة الدنيا بنظرة تانية أو عاوزة تعيش قصة تانية. أيسل كانت واقفة عند البار بتحط الطلبات على الصواني وبتوزعها بابتسامة مصطنعة حافظها عن ظهر قلب. المكان كله مليان دخان وضحك عالي، والمزيكا تقطع الكلام نصين. عدى واحد من الزباين لبسه شيك وريحة العطر بتاعه بتسبقه، بصلها وقال: هو بيقرب؟ عارفة أنا باجي هنا ليه كل ليلة؟ رفعت عينيها وهي بتحاول تفضل مهذبة عشان المزيكا حلوة. ضحك بصوت واطي وقال: عشان أشوفك، غير كده المكان ده ملوش طعم. قبل ما ترد صاحبه اللي جنبه اتدخل وهو بيضحك: خلاص يا عم، يا جماعة عندنا عاشق جديد في المكان، وبصراحة عنده حق. وقرب من البار اللي واقفة عليه أيسل وبصوت همس: عشان بطل. وهنا رد مراد وبصله وقال له بثقة خفيفة: ومراد يبقى بلوجر مشهور على التيك توك، وأي بطل ده لو ترضى تطلع معايا في فيديوهاتي هنعمل شغل جامد، أصلا أنا بحب الجمال النظيف. سكت المكان لحظة صغيرة كأن الكلمة لمستها في مكان بيوجع، لكنها ابتسمت مجددا وقالت بهدوء وهي تاخد الكأس من قدامه: الجمال بيتعب صاحبه يا فندم، وانت واضح انك بتحب التعب، وعلى الفيديوهات بتاعت حضرتك يعني كفاية البنات اللي فيها، مفيش مكان ليا في الفيديو. مراد ضحك ضحكة عالية وقال: امشيهم لك كلهم وتفضل انت اللي معايا. التزمت الصمت وعدم الرد. هو فضل يبصلها بنظرة أطول من اللازم، نظرة فيها حاجة مش مريحة خلتها ترجع خطوة لورا وهي تحاول تكمل شغلها كأنها ما سمعتش حاجة. وقالت في سرها: يا مهون، والليلة دي تخلص على خير. ولما خلصت الشفت بتاعها خرجت أيسل من النايت بعد الفجر بشوية. الهوا البارد لمس وشها وريحة الدخان في شعرها، بس كانت عايزة تمشي بأي شكل. سحبت الشنطة وبدأت تمشي بخطوات سريعة في الشارع اللي بدأ ضوء شروق الشمس والمية بتلمع على الأرض من أثر غسيل الرصيف. صوت حد ناداها من وراها: استني. التفتت بخفة، لقت مراد لابس جاكيت غالي وبيولع سيجارة والنور ينعكس على وشه. قال هو بيقرب بخطوات بطيئة: اللي زيك ما ينفعش يمشي على الأرض، المفروض يتشال. ما ردتش، كملت تمشي كأنها ما سمعتوش. خطواتها سريعة والعيون شاخصة لقدام، بس هو مكمل وراها. ضحك وقال: طب ينفع الناس تقول عليا بعكسك؟ المرة دي وقفت، لفت عليه ببطء، نظرتها كانت حادة فيها تعب وقوة، وفي نفس الوقت العيون دي قالت أكتر من 1000 كلمة. وقالت بهدوء: اللي عاوز يثبت إنه راجل ما بيستناش الناس تقول عليه. سكت والدخان طلع من بقه، ثم ابتسم بخفة ورد:
واضح انك مش سهلة يا ايسل. ردت وهي بتكمل مشيها: ولا الدنيا سهلة يا مراد. مراد سمع اسمه، قال: اسمي طالع منك زي السكر، وغمز لها. بصت له ومشيت وسابته وراها، وصوت كعبها بيرن في الشارع الفاضي. ولكن في شاب آخر كان في عربية بورش، أكثر وسامة وأكثر غنى وأكثر حدة، ويبتسم بخفة. من هذا؟ وما مصير أيسل؟ انتظرونا في الفصول القادمة من مملكة الحجر الأزرق.